السلام عليكم اخواتاتي، واش راكم؟ ان شاء الله يا رب العالمين كامل تكونوا بخير. جيت اخواتاتي نشارك معكم اجواء العيد كيف فوتناهم، والحمد لله يا رب العالمين. هنا اخواتاتي راح ندير معكم الكبده على طريقتي انا. اخواتاتي في العيد ندير لها كيما هكا، وحطيت لكم شويه صور، شواط السليف وتنقيه تاع الدواره. الله غالب ما عنديش شكون يصور لي ولا يشد لي التليفون. هنا نعاودو نرجعو الكبده تاعنا. هنا خواتاتي نقطعوها بالطول، انا نقطعها بالطول ونقطعها شرائح باش ما تجينيش خشينه بزاف. وكنت الريه والقلب كنت غليتهم باش نديرهم يتقلاو معاهم. هنا كما تشوفوا هنا راهم مغليين. هنا نجيبو الزيت تكون سخونه، نحطو عليها الكبده تاعنا باش تتقلى. لاحظوا هنا خواتاتي، ونغطو عليها راكو عارفينها بلي طير. شوفوا الزيت يطير علينا تخافوا تحرقوا. هنايا نخلوها حتى كي نحسوا باللي بدات تتقلى باه نضيفوها معاهم، نضيفوا معاهم الريه والقلب. هنا شويه من الكبده راح نخدمها ملفوف. انا خواتاتي الزوج تاعي اللي هو اللي حب الكبده هكا بالشحم، احنا ما نحبوهاش كيما هكا، بصح ياكل معنا الاخرى. هنا خواتاتي هذاك الشحم اللي كنا داير على الكرشه تاعنا نغسلوه نقوه مليح وننشروه ينشف شويه برك ونقلعوه. هنا نديرو لها شويه كرويه وشويه فلفل كحل وشويه ملح. نجيبو الشحمه تاعنا نفس الشيء، ثاني الملح فلفل كحل باش ما تجيناش صامطه، ونقطعوها بالطول ونرولو هذوك الاطراف اللي قطعناهم. هنا كما راكم تشوفوا، لاحظوا كما راكم تشوفوا سهله ما تديش وقت بزاف. ونديروها في الاعواد. هنا تقدروا عود كبير تقسموه على 3 باش يجيكم لداخل المقله انه كبير. هنا خواتاتي هذو غير مقتطفات كيما هكا، حبيت نشارك معكم اجواء العيد لانه خلاص راكم تشوفوا باللي فات اللي قلا الكبده قلاها خلاص. هنا بعد ما تتقلى معانا نجو نحوها. وهذاك الزيت خواتاتي هو اللي احنا نخدموا فيه لاصوص تاعنا. نديرو 4 فصوص ولا 5 تاع ثوم، نخلوهم يتقلاو شويه. نديرو حبه طماطم مكرفجه نقلوها هي ثان شويه، ونزيدو عليها مغرف كبيره تاع طماطم مصبره كما راكم تشوفوا. نخلوها هي ثاني تتقلى شويه. لاحظوا هنا بعد ما تتقلى معنا شويه نجيبو الكبده تاعنا اللي راهي طايبه نحطوها باش تتشرب معنا هذيك لاصوص كما راكم تشوفوا. وهنا نبداو نتبلو فيها. لاحظوا نديروا الملح. هنا كي كنت نقلي في الكبده ما درتش الملح باش ما تخرجليش هذاك الماء تاعها وتعاود تذبال. درت الملح فلفل كحل كرويه وعكري وشويه قرفه ومغرف صغيره موطارد كما راكم تشوفوا ولا خردل. لاحظوا ونخلطوا كامل المكونات. تجي خواتاتي هنا تجيب بزاف بنينه وما تجيش ناشفه. وهنا تحبوا ديروا لها بطاطا مقليه ولا اللي تحبيتو. لاحظوا هنا ندير لها شويه معدنوس وعندي كاس لاتاي تاع ماء. لاحظوا هنا درت شويه نحرك ومن بعد نزيد نكمل الكميه الاخرى. لاحظوا نكمل الكميه ونغطيها ونخليها حتى ينشف كامل هذاك الماء. هنا نغطيها خواتاتي بهذيك اللوحه تاع الخبز، مازال ما شريتلهاش غطيوه كما راكم تشوفوا. هنا لاحظوا بعد ما نشفت معايا كامل هذاك الماء لازم كامل ينشف. نديرو في الاخير 2 مغارف كبار خل ابيض ولا احمر معليش نورمال، ولا تحبوا تعوضوا الخل بمغرفه صغيره سكر باش ما تجيكمش هذيك ديك الريحه تاع الكبده والقروصيه في الماكله تاعكم. هنا راني نقلي في هذاك الملفوف. هنا ها الطبق تاعنا بعد ما كملناه كما كنتوا تشوفوا تجي كبده ما شاء الله مشربه بهذيك لاصوص طريه.
هامك الملفوفات تاوعنا خواتاتي ثانيك. هنا اني ثانيك قاليه معاها البطاطا والشلاضه كما راكم تشوفوا، حاجه خفيفه والحمد لله على النعمه. هنا راح نوري لكم الدواره ثاني كيفاش نقيتها، لاحظوها هو، والزليف كنت نشوط فيه. وهنا ما بقى لي غير نقول لخواتاتي خليكم في امان الله وحفظه. سلام.